ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، إطلالة جديدة. اليوم غادي نهضروا على الاستعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 اللي غادي يتنظم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وغادي نتعرفوا على أهم الملاعب والمنشآت الرياضية اللي غادي تستقبل هذا العرس الكروي العالمي. ولكن كاين سؤال كيطرحوه بزاف ديال الناس: علاش مدينة بحال تطوان وهي مدينة ساحلية وسياحية وقريبة من أوروبا وما كايناش ضمن المدن اللي غادي تحتضن مباريات مونديال؟ واش كاينة أسباب تقنية؟ واش كاينة أسباب تنظيمية خلات الاختيار يمشي لمدن أخرى؟ إذا غادي نبحثوا ونناقشوا هذا الموضوع هذا. خليكم معايا حتى النهاية، وما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس. خليكم معايا. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان. نرحب بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير. المرحلة الثانية ديال الأشغال المتعلقة بكأس العالم المغرب إسبانيا البرتغال 2030، فالملعب الكبير لمراكش كيعرف بداية الأشغال. هذه الأشغال اللي المدة ديالها تقريبا كتراوح ما بين 15 حتى 18 شهر. فكي كتلاحظوا بدينا بإزالة الكراسي باش تسمح لنا الاشغال ديال سكون ابيل بالفرنسيه لي ترافو داميناجمون انتيريور ديال لي غرادان. دونك بالنسبه للارضيه ديال الملعب غتنزل تقريبا بواحد 5 ديال الامتار. هذا المستوى النهائي ديالها. الطاقه الاستيعابيه بطبيعه الحال غادي ترتفع باش تكون تقريبا واحد 46000 مقعد عوض 40000. بيان سور بطبيعه الحال كنهضروا على طاقه استيعابيه ذات رؤيه كامله. إذا مشاهدين، كما شفتوا قبل قليل في عدد من الملاعب المغربية دخلت مرحلة إعادة التهيئة استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030، ومن بينها ملاعب مراكش أكادير يتم هدم الجنبات ديالهم والمدرجات ديالهم كاملة باش تولي أقرب لأرضية الملعب تستجيب للمعايير الفيفا. بصراحة هذا غير وجهة النظر ديالي الشخصية، كنت كنتمنى مدينة بحال مراكش يكون فيها مشروع ملعب جديد وعصري يليق بمكانتها السياحية العالمية، بدل الاكتفاء بإعادة الهيكلة الملعب الحالي. وفي المقابل ذلك هناك مشاريع بناء ملاعب كل من قنيطرة والناظور والحسيمة والدار البيضاء، وهذا الشيء إيجابي لأنه كيعكس تطور البنية التحتية الرياضية بالمغرب. ندير هذا الفيديو هو علاش مدينة تطوان ما تكونش حتى هي من بين المدن اللي تستفد من المشروع الرياضي. تطوان مدينة ساحلية بامتياز قريبة من أوروبا، وموقعها الجغرافي مميز ومحاطة بالجبال والبحر، وقريبة من المدن الساحلية كالمضيق مارسيل وآزلا. ومن جهة نظري مشروع كبير في هذه الجهة كان يقدر يساهم في تنشيط الاقتصاد والسياحة ويخلق فرص شغل ويشجع الاستثمار في الفنادق والخدمات. وكاين كذلك مشاريع تنمية المنطقة بما فيها تهيئة واد مارتيل وإنجاز كورنيش يربط بين مارتين وأزلا، وهي مشاريع غادي
تعطي قيمة مضافة للجهة. لذلك كنشوفوا وجود ملعب كبير كان يزيد من يقوي الدينامية ديال التنموية بهذه الجهة. تخيلوا معايا داك الواد إذا تم التهيئة ديالو على أحسن ما يرام، غادي نشوفوا البواخر كتدخل تماك وتقوم بجولات سياحية، سيكون شيء لا يصدق. بطبيعة الحال هادشي غير الرأي ديالي الشخصي، ويمكن تكون كاينة اعتبارات تقنية أو تنظيمية خلات الاختيار المدن الحالية، خلات الاختيار فقط على المدن الحالية. وأنا كنحترم جميع الآراء، وفي الأخير نسمع الرأي ديالكم. واش كتشوفوا أن تطوان كانت تستحق تكون ضمن المدن المحتضنة لمباريات كأس العالم 2030؟ ولكم واسع الاختيار. إذا كان عندكم شي رأي مرحبا، إذا كان عندكم شي رأي مرحبا في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.